السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد عرفة. النهاردة هنتكلم عن تليفون كان منتظرينه بشدة، وهو تليفون اوبو رينو 11 اف. فئة الاف دي كانت فئة فئة قوية، كانت فئة بتنافس في السوق المصري واختفت، وظهرت تاني مع طول انتظار. التليفون ده جايب مواصفات قوية جدا على فكرة، وجايب تسعير ممتاز، وبينافس في الفئة المتوسطة وبقوة. انا عن نفسي التليفون عاجبني جدا الصراحه. فاحنا من غير ما اطول عليكم يلا نتكلم عليه على طول ونخش في الاعداد الداخلي بتاعه. واول حاجه هنبتدي بيها مع بعض وهي وزن التليفون. وزن التليفون هنا بيجي ب 177 جرام. تليفون مش تقيل نسبيا، وبيجي بتصميم يعتبر فريد من نوعه، جديد كده، وهو يعتبر ما شركه اوبو هي المتجهه فيه لوحدها. التليفون بيجي بكاميرتين خلفيتين كده، حلقتين كبار. الحلقة الأولى فيها كاميرا واحدة، والحلقة التانية فيها كاميرتين. التليفون يعتبر تصميمه غريب شوية ولكن كويس نسبيا. خامات التليفون هنا بتيجي بلاستيك، من البلاستيك المقوى، ويعتبر كويس عشان لو وقع منك هيقدر ان هو يستحمل شويه. وهنا التليفون بيجي معانا مقاوم للماء والغبار بمعيار اي بي 65. يعتبر ده مش معيار انك تعتمد عليه اعتماد كلي، ده يعتبر طرطشة الماء بمعنى اصح، عشان ما تعتمدش عليه وتنزل فيه تحت البحر ولا تحت المية او اي حاجة من دي. شكرا، انسى التليفون. التليفون بيدعم تركيب شريحتين 5G او تركب شريحة واحدة مع كارت ميموري. للاسف برضه مش تقدر تركب شريحتين وكارت ميموري مع بعض. الشاشة هنا بتيجي معانا من نوع اموليد، بتيجي بقياس 6.7 انش، ودي شاشة عملاقة على فكرة وحاجة كويسة جدا. فول اتش دي بلس 394 بكسل لكل بوصة. الشاشة هنا بتيجي بسطوع 1100 نتس او 1100 شمعة، هتاخد سطوع محترم وكويس جدا تحت اشعه الشمس، مش هتواجه معاه اي مشكله. وبتيجي بتردد 120 هرتز، مش هتلاقي اي اسلس ولا احلى من كده. والشاشه بتدعم خاصيه ال HDR 10 بلس، ودي هتلاقي الوان التليفون زاهيه جدا، وهتلاقي المحتوى اللي انت بتتفرج عليه على التليفون كويس او فول كويس كمان. والشاشه هنا بتيجي بطبقه حمايه، وهي جديده بصراحه، اول مره اسمع اسمها، وهي بتيجي باندا جلاس. ودي يعتبر حاجه ممكن تكون طبقه حمايه جديده، ما تعتمدش عليها. ركب طبعا سكرينة، ولكن عليها طبقة حماية، والشركة اللي قايلة عليها كمان، فاطمن الدنيا تمام، ما فيهاش اي مشكلة اهم حاجة بس صلي على النبي، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نتمنى نوصل لل1000 مشترك بقى عشان نزود الشغل شوية. هنا المعالج اللي موجود في التليفون بيجي من شركة ميديا تك، وهو دايمنستي 7050 6 نانومتر. المعالج ده موفر للطاقة وكويس جدا على فكرة، ما فيهوش اي ادنى مشكلة، وهيدي لك سلاسه جدا في الالعاب، وهيدي لك تجربه العاب كويسه جدا بصراحه. التليفون هنا بيجي مع معالج رسومي مالي جي 68. هنا التليفون هيدي لك حتى الان انا مش شايف اي تضحيات موجوده في التليفون. الحمد لله التليفون ماشي معانا زي الفل. اتمنى يكون مواصفات التليفون للاخر ما فيهاش تضحيات، ان التليفون ده هينافس في الفئه المتوسطه منافسه شرسه مع التليفونات اللي موجوده من الشركات الاخرى. هنا التليفون بيجي معانا 8 جيجا رام مع 256 ذاكره داخليه، ويعتبر دي حاجه كويسه برضو، ما لناهوش 6 جيجا او اي حاجه زي كده، تمام مفيش مشكله. وهنا التليفون بيجي من العلبه اندرويد 14، في تليفونات تانية بتيجي باندرويد 13. وهنا التليفون بيجي بواجهه اوبو المعروفه كالر اس 14، ودي واجهه خفيفه جدا هتخليك تستخدم تجربه سلسه في التليفون. كمان هنا بتيجي معانا يا صديقي 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4، وبتصور فيديوهات فول اتش دي بلس مع مثبت بصري، هتاخد تصوير فيديوهات محترم، وهتاخد تفاصيل كويسة في الصور في الإضاءة الخفيفة والإضاءة القوية. كاميرا أمامية محترمة، واحنا طبعا متعودين على شركة اوبو في الكاميرات الكويسة جدا بصراحة. 3 كاميرات خلفية. الكاميرا الأولى بتيجي 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7، وطبعا الكاميرا هنا بتيجي معانا بمستشعر من نوع او في 64 بي. المستشعر ده أنا ما بحسش عنه بصراحه عشان ما ابقاش كذاب وانا او اكذب عليكم، بس هو طالما الكاميرا جايه بمستشعر معروف، يبقى انت الكاميرا دي هتدي لك اداء كويس جدا في التصوير. والكاميرا التانية معانا بتيجي 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، ودي موجودة للالترا وايد للزاوية الواسعة. والكاميرا التالتة معانا هنا بتيجي 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4. طبعا هنا الكاميرات الخلفية بتصور فيديوهات فول اتش دي بلس 30 فريم في الثانية. وللأسف التليفون ما بيدعمش ال 3.5 مللي زي كل التليفونات الموجودة في فئات متوسطة اللي بدأت تتجه الاتجاه اللي مش لذيذ الصراحة. والتليفون هنا الحمد لله بيدعم خاصية ال NFC،
وموجودة الحمد لله، ومستشعر التقارب اللي موجود في التليفون ده حقيقي مش سوفت وير، ودي حاجة كويسة بصراحة. ووسائل الحماية اللي موجودة في الرينو 11 اف، وهي البصمة موجودة هنا تحت الشاشة، وأداءها سريع جدا الصراحة. ومعانا البصمة التانية بتاع اللي موجودة في الكاميرا الأمامية أو بصمة الوش بمعنى أصح، واستخدامها سريع جدا برضه. هنا التليفون بيجي 5000 ملي أمبير، بيدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط، ودي حاجة كويسة جدا عشان ينافس في الفئة اللي هو فيها على فكرة. 67 واط يعني التليفون هيشحن معاك في سكة 40 دقيقة وممكن أقل كمان يعني. و5000 ملي أمبير دي بطارية عملاقة على فكرة. فالمميزات بتاعته أنا شايفها التليفون ده هيكسر الدنيا عن رأيي أنا. لو أنت التليفون مش عاجبك أو شايف إن فيه تضحيات معينة عرفني في الكومنتات، بس أهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. وطبعا نيجي لآخر الفيديو، وهي تسعير التليفون. تسعير التليفون اللي النسخة الوحيدة اللي احنا قلنا عليها 8 جيجا مع ال 256 بتيجي ب 13000 جنيه مصري. انت شايف تسعير التليفون ده ممتاز ولا غالي؟ اهم حاجة بس تكتب لي في الكومنتات رأيك على التليفون، وتقول لي تسعير التليفون ده كويس ولا لا. اهم حاجة صلي على النبي. سلام.